السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وأكلة وصفة سهلة. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة ولذيذة وطريقة مختلفة شوية. حقيقي طعمها رائع جدا. هنغير شوية من طريقة البطاطس المسلوقة بخلطة وتتبيلة مختلفة شوية. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. أنا هنا معايا البطاطس مقشراها وغسلها كويس قوي. في ناس بتحب تسلقها بقشرها، مفيش مشكلة، المهم نبقى غسلينها كويس. بس أنا بستسهل بصراحة، بقشرها واغسلها كويس. بعد كده بنحطها في مية وبنحط عليها معلقة من الملح. بعد كده هناخدها على البوتاجاز وهنغطيها وهنسيبها لحد ما تستوي كويس. وعلى ما البطاطس بتاعتنا تتسلق على النار هنجيب الخلطة اللي هنحطها عليها. معايا جزرية صغيرة، معايا واحدة من الطماطم، معايا فلفل أخضر، ومعايا عصير ليمونة. طبعا الكميات دي بترجع لك انتي حسب الكمية اللي انتي عاملاها. هنقطع الخضار بتاعنا مكعبات صغيرة. بعد كده هنجيب الحاجة اللي هنفضي فيها الخضار بتاعنا. هفضي فيها الفلفل والجزر والطماطم. بجد الخلطة دي بتبقى حلوة قوي وبتضيف طعم جميل جدا للبطاطس المسلوقة. كمان مع البهارات والتتبيلة اللي هنحطها بجد هتخلي طعم البطاطس في حتة تانية خالص. بعد كده هضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، حوالي نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، زيهم فلفل اسود، شوية من التوم البودر. بعد كده انا عندي توابل البسطرمة. طبعا انتي ممكن تحطي اي توابل تانية بتحبي طعمها. ممكن تحطي بهارات الجبنة، ممكن تحطي بهارات برجر. المهم تحطي اي حاجة تضيف نكهة حلوة للبطاطس. ممكن تحطي لها كمان بهارات المشويات او بهارات الشيش طاووق. على فكرة الحاجات دي بتفرق في طعم الحاجة جدا، بتديها ريحة خطيرة وطعم حلو قوي. بعد كده هعصر عليهم واحدة بس من الليمون. نشيل الاول بذور الليمون. يفضل ان احنا ما نسيبهاش في الاكل طبعا علشان بتبقى مررة. بعد كده هحط لهم شوية من الزيت. انا هنا هحط ربع كوباية. هنقلبهم بقى مع بعض كويس. جربوا الطريقة دي بجد هتاكلوا احلى بطاطس مسلوقة. حقيقي طعمها بيبقى مختلف ورائع جدا. بعد كده هشيل معلقتين كبار، هنحطهم في طبق صغير لوحدهم. دول كده هشيلهم على جنب علشان عايزاهم في الاخر. خلاص كده البطاطس كانت سلقت معايا. صفيتها من المية. بعد كده هنهرسها بالهراسة بتاعت البطاطس. خلاص خلصت البطاطس. هنديها تقليبة كده علشان نتأكد كمان ان ما فيهاش اي قطع من البطاطس لسه ما ترستش. بعد كده هضيف البطاطس بتاعتي على الخلطة. طبعا البطاطس عشان تطلع معاكم حلوة كده ومرملة وما هياش ملزقة، لازم تستخدميها على طول وهي سخنة. يعني اول ما البطاطس تتسلق تستخدميها على طول، تهرسيها وتحطيها في الخلطة على طول. بالطريقة دي هتلاقي البطاطس ناعمة معاكي جدا وملمسها تحفة. غير بقى لو سلقتيها وسبتيها تبرد، هتيجي تهرسيها هتلاقيها بقت ملزقة ومتماسكة كده مع بعضها. ما بتبقاش بصراحة لطيفة خالص. فأحلى حاجة للبطاطس المسلوقة ان احنا لما نيجي نستعملها على طول اول ما تتسلق وهي سخنة بالبخار بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده انا قلبت البطاطس بتاعتي كويس. بعد كده دقتها برضو علشان اظبط الملح لو محتاجة ملح تاني. بعد كده هنقدمها بقى سخنة على طول زي ما انتوا شايفين.
خلاص كده تمام قوي. هجيب بقى شوية الخلطة اللي كنت ركناهم على جنب، هاخدهم بقى احطهم على وش البطاطس. ممكن توزعي الخلطة دي على وش البطاطس كلها، وزعيها بقى بالطريقة اللي تعجبك. بعد كده بقى تقدري تضيفي لها اي حاجة جنبها. انا حطيت شرايح خيار، طماطم، ليمون، وبكده اكون خلصت معاكم ابسط واحلى بطاطس مسلوقة بخلطة جميلة جدا، طعمها وريحتها رائعة. اتمنى تجربوها بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.